أشرف حكيمي ينفعل على الفتاة الفرنسية داخل المحكمة. لقد لقنها درسا لن تنساه بعد أن قامت المحكمة باستجواب اللاعب أشرف حكيمي في القضية المتهم فيها. أمر القضاء بحضور الفتاة الفرنسية إلى المحكمة هي الأخرى لاستجوابها أيضا، واشترطت المحكمة على أن يكون ذلك في حضور اللاعب أشرف حكيمي لكي يواجهها وجها لوجه. وحضرت الفتاة الفرنسية وأشرف حكيمي إلى المحكمة. وقالت الصحفية الفرنسية إيما جوناثان عندما دخل المغربي أشرف حكيمي إلى المحكمة ورأى الفتاة الفرنسية التي اتهمته ظلما بجريمة الاغتصاب، قال لها أشرف حكيمي: هل رأيتني؟ هل تعرفينني من قبل؟ فقاطعه قاضي المحكمة وقام بسؤال الفتاة الفرنسية: هل رأيت هذا الشخص؟ هل هو صاحب الواقعة؟ تقول الصحفية الفرنسية إيما جوناثان بأن الفتاة لم ترد على القاضي، وكان يظهر على وجهها ملامح التأثر نتيجة لكلام أشرف حكيمي لها.